محمد كان بيموت في الاهلي لحد ما مات جواه. مامة محمد عبد الوهاب. النهارده 3 رمضان، بس احنا مش هنقول سؤال. بصراحة اي حاجة بيبقى ليها علاقة برقم 3 بيبقى ليها حتة كده جوانا بنحب نتكلم فيها دايما. الخميس 31 اغسطس سنة 2006 الاهلي بيتدرب عادي جدا من غير الدوليين. التمرين ماشي حلو والناس بتضحك ومبسوطة بعد طبعا الفوز بثنائية الدوري والكاس في السنة دي. فجأة بيقع محمد عبد الوهاب، ينده عليه امير عبد الحميد وهو بيضحك، يعني بيقول له قوم بسرعة يعني وكده. محمد ما بيردش عليه. بينزل بقى دكتور ايهاب علي جري على الملعب وفجأة بيطلب عربية بسرعة. الناس كلها طبعا سابت التمرين وجريت على مستشفى مصر الدولي عشان يطمنوا على زميلهم اللي لسه ما كملش 23 سنة. واول ما بيخشوا المستشفى بيفاجئوا بالخبر المفجع: محمد توفاه الله. الخبر طبعا بينتشر بسرعة رهيبة جدا ما بين بقى مكذب للامر وواحد مصدوم وحد مش فاهم ايه اللي حصل. محمد مواليد اكتوبر 1983. موهبته اجبرت الكابتن حسن شحاتة لما كان مدرب منتخب الشباب ساعتها عشان يضمه للمنتخب اللي توج بكاس الامم الافريقيه للشباب في بوركينا فاسو 2003، اللي منها بيوصل لدور ال16 لكاس العالم للشباب في الامارات نفس السنه. من بوابه انبي بيدخل محمد عبد الوهاب منتخب مصر مع الايطالي تارديلي عشان يلعب اول مباراه دوليه ليه ويسجل كمان اول هدف دولي ليه. الهدف كان لمصر في منتخب السودان في تصفيات مونديال 2006. الهدف ده طبعا للاسف الشديد كان الاول والاخير في مسيره محمد عبد الوهاب مع المنتخب القومي. سنه 2004 جوزيه لقى حاجه مهمه جدا فيه عشان يعمل بيه مشروعه ويبني بيه مستقبل الاهلي، فبيضمه الاهلي سنتين اعاره من الزفره الاماراتي. طبعا بداياته كانت صعبه جدا لان كان في عملاق انجولي اسمه جilberto. شويه بشويه ابتدى ياخد فرصته ويفرض نفسه على تشكيله النادي الاهلي لحد اصابه جilberto بوتر اكيليس. دي كانت فرصه ذهبيه جدا لمحمد عبد الوهاب. 2 دوري وكاس محلي و2 سوبر محلي ودوري ابطال وسوبر افريقي. دي كانت حصيله محمد عبد الوهاب في سنتين لعبهم مع الاهلي المصري، وبينهم طبعا كان في كاس افريقيه. نهايه الموسم 2005 2006 بتنتهي اعارته مع الاهلي المصري. الاهلي طبعا بيحاول يستغل بند في عقد محمد عبد الوهاب عشان يشتري العقد بشكل نهائي، بس طبعا الزفره مش بيوافق على البند دوت عشان كان عايز سعر اعلى في محمد عبد الوهاب. الدنيا بقى ولعت بينهم وكبرت شويه لحد ما الفريقين الكبار ابتدوا يلاقوا حل ودي للموضوع، واللاعب بيبدأ يتمرن عشان يلحق ماتش الصفاقسي التونسي في دوري ابطال افريقيا. بس بدل ما يلعب هو ماتش الصفاقسي، دخل الجماهير الصفاقسي التونسي بيافطة مكتوب عليها انا لله وانا اليه راجعون. ربنا يرحمك يا حبيبي يا رب ويغفر لك ويجعل مأواك الجنة.